السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا النهاردة وفيديو جديد. هنعمل النهاردة كيكة الشوكولاتة. كانت اتطلبت مني قبل كده في التعليقات، وانا بهتم جدا باي حاجة بتطلبوها مني، وكان الطلب مننا قبل كده طريقة عمل الزيتون المخلل وعملناه مع بعض. موجود معاكم في الفيديوهات بتاعتي. فعلوا الجرس وهتوصلكم فيديوهاتي، واللي اول مرة هيشوفني ياريت يشترك معايا في القناة. ويلا بينا نشوف كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا، ومكوناتها موجودة معانا في اي بيت، وهتنجح ان شاء الله من اول مرة. بس اتفرجي على الفيديو الاخر وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ معانا، هنجيب معانا 3/4 كوباية من الزيت، هنكبهم كده في قلب الخلاط. ومعايا كوبايه من السكر هكبها برضو معايا في قلب الخلاط. ومعايا كوبايه من اللبن هكبها برضو معايا في قلب الخلاط. ومعايا 3 معالق كاكاو كبار هكبهم معايا في قلب الخلاط برضو. ومعايا شويه فانيليا، حوالي ظرف فانيليا، انا مش هكبه كله، انا هكبه نصه بس. وهضرب دول كلهم مع بعض معايا في قلب الخلاط. انا ضربته دلوقتي معايا في قلب الخلاط، فضيته معايا في طبق. شايفين تقيل ازاي؟ ده صوص كده احنا هنحطه على الكيكه في الاخر. هنمشي كده مع بعض خطوه بخطوه. شايفين الصوص؟ فضيته معايا في قلب الطبق اهو. ومعايا لسه الخلاط مش هغسله، هاخد الخلاط كده زي ما هو، هكب فيه بقيه المكونات وهنضربها برده في قلب. تعالوا كده اما نكب المكونات مع بعض بتاعت الكيكه. معايا دلوقتي 3 بيضات، ومعايا نص كوبايه من الزيت، ومعايا كوبايه ونص من السكر، وكوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الكاكاو، وظرف فانيليا، ومعلقه خل، وليمونيه. الليمونيه بنحطها معانا على البيض واحنا بنضربه في قلب الخلاط، بتشيل الزفاره بتاعه البيض. ومعلقه الخل بتخلي الكيكه معانا هش. هنحط المكونات ديت حالا كده مع بعض ونضربها في الخلاط. بس قبل ما نبدا في الكيكه بنشغل معانا الفرن بنسخنه، عشان اما نيجي نحط الكيكه ما تبص معانا. انا جبت دلوقتي معايا البيض، حطيته في الخلاط وحطيت عليه الظرف الفانيليا وعصرت عليه الليمونيه، وهضربهم الاول في الخلاط. انا اديته يا دوبك ضربه واحده كده. هكب عليه بقى، انزل عليه بنص كوبايه من الزيت، وانزل عليه بكوبايه من اللبن. احنا ممكن نعوز لبن تاني، بس احنا دلوقتي بنحط اول حاجه حالا معانا كوبايه. امشوا بس الخطوات كده زي ما هي، وان شاء الله الكيكه دي هتنجح معاكم. وهحط معاكم كوبايه ونص من السكر، واحط نص كوبايه من الكاكاو. الكاكاو ده كاكاو خام. احنا دلوقتي معانا ال3 بيضات ضربناهم بالليمونيه وضربناهم في الخلاط ومعاهم ظرف الفانيليا، وبعد كده نزلنا عليهم بنص كوبايه الزيت وكوبايه اللبن وكوبايه ونص من السكر ونص كوبايه كاكاو خام. هنضرب ده مع بعض حالا في قلب الخلاط. هنزل عليهم بعد ما خدوا ضرب، هنزل عليهم بمعلقه من الخل واضربه برده تاني اكمله ضرب. دلوقتي معايا الخليط اهو، ضربته معايا في قلب الخلاط، كبته معايا بقى كده اهوت في بلاستيكيه صغيره او اي حاجه عندك. هنزل عليه اول حاجه بكوبايه دقيق، هنزل حبه بحبه كده واقلبه بالمضرب. دي كده معايا اول كوبايه، هقلبها الاول كده وبقلب في اتجاه واحد، واحده واحده كده بالمضرب اليد اهو. هقلب الكوبايه دي كده كده. خلصت تقليب اول كوبايه، هنزل بقى بالكوبايه الثانيه برده، بنزل كده بالتدريج واحده بواحده. لو احتجت معايا لبن، انا جايبه معايا نص كوبايه من اللبن اهو، لو احتجت بحط معايا. شوف بقلب واحده بواحده كده اهو. هحتاج معايا نص كوبايه من اللبن، بكبها معايا اهي، وبكمل برده زي ما انا تقليب اهو. بجيب كده من الجناب وبمشي برده بالراحه كده في اتجاه واحد اهو. المضرب اليدوي في اتجاه واحد، مفيش مضرب يدوي بايدك وقلبي. هكمل بقيه الدقيق حبه بحبه كده اهو، واجيب معاه في الاخر الباكو كيك شيف او بودر بقى على حسب استعمالك، بس انا بكب الكيك شيف احلى، بيعلي كيكه وبظبطها معايا اهو.
بقلب حبه حبه كده في اتجاه واحد لحد ما الدقيق يختفى خالص معايا في اتجاه واحد. انا كده خلاص خلصتها، شوفوا كده خلاص اهي ظبطت معايا اهي اهو، ما حلو كده. انا حطيت كوبايتين وربع من الدقيق على كوبايه ونص من اللبن اهي. هدهن معايا صينيه بقى وافضها فيها وندخلها الفرن سوا. جبت معايا صينيه اهي، دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق، دقيق او كاكاو اللي موجود عندك، وحطيتها فضيتها فيها وهبتها هبدتين كده عشان اخرج منها الهواء اهو. هدخلها بقى الفرن، انا كده كده مهديه الفرن وكنت مشغله قبلها. يلا بقى كده ندخلها مع بعض في الفرن اهي. انا حطيتها معايا في الرف الوسطاني، دخلتها معايا في قلب الفرن. هنسيبها بقى نقفل عليها، مش هنفتح عليها دلوقتي خالص. يا دلوقتي خلاص طلعنا الكيكايه معانا في قلب الفرن، استوت خلاص. عشان نعرف اذا كانت استوت ولا لا بنجيب معانا سكينه رفيعه بنغرزها كده ونطلعها. السكينه طالما طلعت نظيفه كده ما طلعش فيها عجين تبقى كده الكيكه استوت معانا وجاهز. هنسيبها بقى تبرد معانا نص ساعه وبعد كده نشتغل فيه. نسقيها دلوقتي بنص كوبايه لبن، بس بعد ما بردت معايا. ما تخافيش اللبن ما بيعملش فيها اي حاجه، بالعكس اللبن بيطريها وبيخليها حلو. ده بقى معايا الصوص اهو اللي احنا كنا عاملينه. هنكب بقف كده على وشها شايفين، ونرصه بقى كده عليها كده بالراحه خالص. كبي كلها. لو اتبقى معاكي منه حاجه وعايزه تعينيها في التلاجة حطي في التلاجة تعملي بيها اي حاجه تانيه بغرقها بيه خالص سقيتها الصوص كلته وغلفتها بيه. تنفع جاتوه، تنفع تورته، تنفع كيكه بالشوكولاته، تنفع اي حاجه اهي. بسيبها بقى معايا تسقع شويه في التلاجة وبعد كده بقطعها خرط وبقدمها. بقطعها اهي، قطعوا بقى التقطيع اللي انتوا عايزينه اهي. بسحب بس بالسكينه كده اهي، ابلها تاني ميه وامسحها سكينه اهي اهي. بقابل السكينه كل شويه من الميه وامسحها واقطعها. بسحب اهي. هنجيب بقى كده معانا طبق ونطلع كده معانا حتتين. ما بتاخدش اي وقت خالص وطريقتها سهله جدا وكمان ناجحه من اول مره. خلاص كده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، بس ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده. وكمان اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك للقناه، وكمان يفعل الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم مني اشعار بكل وصفاتي الجديده اول باول. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Audio Jungle.